كان العالم في مطلع القرن العشرين يبدو كخريطة جروح مفتوحة. الأرض العربية لم تكن مجرد جغرافيا، بل كانت ميدان اختبار لإرادات الأمم، وساحة يتناوب عليها الغزاة كما يتناوب الليل والنهار. في هذا الزمن المرتبك، حيث البنادق تسبق الكلمات، وقرارات العواصم البعيدة ترسم مصائر القرى الفقيرة، يولد رجل لا يعرف أن اسمه سيصبح لاحقا مرادفا للمقاومة، ولأن حياته القصيرة ستكفي لتربك إمبراطوريات كاملة. ذلك الرجل هو عز الدين القسام، كما يقدمه عماد زكي. ليس أسطورة جاهزة، بل إنسان تشكل ببطء خطوة بخطوة، جرحا بعد جرح. لم يكن القسام ابن لحظة واحدة، بل ابن سلسلة طويلة من الخيبات. نشأ في بيئة تعرف الظلم قبل أن تعرف القراءة، وتفهم معنى الاحتلال قبل أن تحفظ أسماء العواصم. منذ بداياته لم يكن الدين عنده طقوس صامتة، بل سؤالا أخلاقيا كبيرا: كيف يمكن للإنسان أن يعبد الله وهو يقبل الذل؟ وكيف يمكن لأرض أن تغتصب ويظل أهلها ينتظرون الخلاص من الخارج؟ هذه الأسئلة لم تكن فلسفية في ذهنه، بل كانت يومية ملموسة، ترى في وجوه الفلاحين، وفي صمت النساء، وفي خوف الأطفال. يأخذنا السرد إلى سنوات تكوين القسام، حيث يتعلم القسام أن المعرفة لا تنفصل عن الفعل، وأن الوعي بلا موقف ليس إلا ترفا. في الأزهر لا يكتفي بما يلقم، بل يبحث عما لم يقل. يرى أن الاستعمار لا يهزم بالخطب وحدها، ولا بالانكفاء الروحي، بل ببناء إنسان جديد يعرف لماذا يقاتل، ولأجل من، وضد من. وهنا تبدأ أولى ملامح الرجل الذي سيصبح لاحقا رجلا لكل الغزاة، رجل لا يختار عدوه بناء على رايته، بل على فعله. حين ينتقل إلى ساحات المواجهة تتسع الرؤية. في ليبيا يرى كيف يتحول الاستعمار الإيطالي إلى آلة سحق بلا رحمة، وكيف يختبر الإيمان حين تحاصر القرى ويجوع الناس. لا يقاتل القسام لأن المعركة هناك فقط، بل لأن المبدأ واحد: حيث يوجد غزو توجد مقاومة. ثم في سوريا يكتشف أن الاحتلال الفرنسي لا يختلف كثيرا، وأن الغزاة قد يغيرون لغتهم لكن منطقهم واحد: السيطرة، الإخضاع، تفكيك الإنسان قبل الأرض. لكن فلسطين ستكون الفصل الأكثر قسوة والأكثر وضوحا. هناك تتشابك الخيوط: انتداب بريطاني يتحدث بلغة القانون، ومشروع صهيوني يتقدم بخطى باردة، وشعب أعزل يطلب منه أن يكون صبورا، يطلب منه أن يكون عقلانيا، يطلب منه أن يكون واقعيا. في هذا المشهد يبدو القسام كأنه خارج الزمن السائد، لا يؤمن بالانتظار ولا بالرهان على وعود القوى الكبرى. يرى أن من لا يدافع عن نفسه الآن سيمحى اسمه لاحقا من الخرائط. السرد هنا لا يقدم القسام كبطل خارق، بل كإنسان يعرف الخوف، لكنه لا يسمح له بأن يتحول إلى شلل. يعرف قلة الإمكانات وضعف التنظيم وخذلان البعض، لكنه يصر على أن الشرعية الحقيقية لا تأتي من اعتراف المحتل، بل من ثقة الناس. يبدأ العمل في الخفاء، تنظيما وتوعية،
وتسليحا محدودا، لكن الفكرة أكبر من السلاح. فكرة أن المقاومة ليست فعل يأس بل فعل كرامة. عماد زكي يرسم القسام كعقل استراتيجي قبل أن يكون رجل بندقية، يدرك أن المواجهة المباشرة مع قوة عظمى ليست نزهة، لكنه يرى أن الاستسلام المؤجل أخطر من الهزيمة، الأخطر من الهزيمة السريعة. لذلك يختار أن يوقظ الروح قبل أن يعلن المعركة، وأن يزرع فكرة العصيان قبل أن تطلق الرصاصة الأولى. في كل قرية يمر بها يترك أثرا، وفي كل شاب يلتقيه يزرع سؤالا: لماذا نقبل بما لا نقبله لأنفسنا؟ تتصاعد الأحداث وتضيق الدائرة. الاحتلال يشعر أن هناك شيئا يتحرك تحت السطح، شيئا لا يمكن السيطرة عليه بالبيانات ولا بالقوانين. يصبح القسام مطلوبا، لا لأنه أقوى عسكريا بل لأنه أخطر رمزيا، رجل يرفض أن يكون جزءا من اللعبة ولا يعترف بقواعدها. وحين تأتي لحظة المواجهة الأخيرة لا تأتي كذروة درامية مفتعلة، بل كتحصيل طبيعي لمسار اختاره الرجل منذ البداية. الاستشهاد لا يقدم كنهاية بل كبداية أخرى. يموت القسام، لكن الفكرة التي حملها ترفض أن تدفن. تتحول سيرته إلى وقود، واسمه إلى راية، وصوته ورغم الصمت إلى نداء يتردد في الأزمنة اللاحقة. طبعا هناك ينجح الكتاب في تفكيك وهم الهزيمة. فالرجل الذي سقط في معركة غير متكافئة انتصر في معركة الذاكرة، في معركة الوعي. النص في جوهره ليس عن القسام وحده بل عن معنى أن تكون إنسانا في زمن الغزو، عن السؤال القديم المتجدد: هل نصنع التاريخ أم يمر فوقنا؟ عماد زكي يكتب وكأنه يقول إن الغزاة يأتون ويذهبون، لكن النوع الأخطر هو الغزو الذي يقنعك بأن المقاومة مستحيلة. في مواجهة هذا الغزو بالذات يولد دائما رجل أو فكرة أو شرارة، وهكذا يصبح رجل لكل الغزاة. ليس حكاية رجل واجه الإيطالي والفرنسي والبريطاني والصهيوني، بل حكاية موقف واحد في وجوه متعددة، حكاية إنسان أدرك أن الكرامة لا تتجزأ، وأن الحرية لا تستورد، وأن التاريخ لا يرحم المتفرجين. وحين يغلق الكتاب لا يغلق السؤال بل يبقى معلقا: من يكون رجل هذا الزمن؟ ومن هم غوزاته؟